البنت دي بتقلع البنطلون بتاعها وبتحط البنطلون على الواد اللي بيدفع بالفيزا، والولد بيحط الفيزا في البنطلون عشان يحسب ان ده البنطلون بتاعه. والبنت بتلبس البنطلون بسرعه، وبعد ما مشي بتشتري حاجات وبتدفع بالفيزا بتاعته، والكاشيره بتستغرب وبتقول لها ده نفس الرقم الواد اللي كان لسه واقف. والبنت بتتوتر وبتقول لها عادي الارقام كلها شبه بعض. وبعد ما بتمشي بيجي صاحب السوبر ماركت وبيقول لها انا شفت البنت دي وهي بتسال الفيزا من الواد اللي كان واقف قدامها، وبيقرر يروح وراها ويشوف مين اللي باعتها. وبعد ما بتشتري الحاجه بتدي الحاجه دي لبنتها عشان مش معاها فلوس تشتري اكل، وبتقول لها كل دول لحد ما اجيب لك اكل تاني. وبعد ما بتمشي صاحب السوبر ماركت بيروح للطفله وبيقول لها لو جاوبتيني على اللي هقول لك عليه هتكسبي $100. وبيقول لها ابوكي فين؟ وبتقول له بابا مات من زمان. وبيقول لها امك بتشتغل ايه؟ وبتقول له بتمسح البيوت. وبتقول له انا بقالي 3 ايام ما اكلتش، واخيرا امي النهارده جابت لي اكل. وبيزعل جدا لما بيعرف ظروفهم. والبنت بتروح السوبر ماركت تاني وبتشتري بالفيزا حاجات. وبعد ما بتمشي وبيجي الولد اللي سرق منه الفيزا وبيقول لها الفيزا بتاعته وقعت هنا وفي حد سحب منها فلوس. وبتقول له ايوه البنت دي اللي عملتها، وبتلاقي يجي وراها والبنت بتطلع تجري. وبيجي البوليس بيقول له دي اللي سرقتني واخدت فلوس من الفيزا وكان راح يقبض عليها. فجه صاحب السوبر ماركت وحكى له على ظروفها وبيقول له ان جوزها مات وهي عندها طفله بتصرف عليها وبنتها بقى لها 3 ايام ما كلتش، عشان كده اضطرت تعمل كده، فكان ما عندهاش خيار تاني. وبيقول انا هدفع لك اللي هي خدته بزياده. لو شايف انه عمل الصح دوس لايك.